عم انور يا غالي. يا حسن، الشارع كان مظلم من غيرك والله. عامل ايه يا حسن؟ الحمد لله. ايه كنت مختفي فين؟ شغلانه كده، سافرت عملتها ولسه راجع. اصل المؤاخذة يعني كده في راجل طالع نازل من عندكم، نعم. معاه ست كبيرة يعني، والناس في المنطقة تسألني وانا مش بعرف ارد. ما تردش يا حسن، ما الناس برضه ملهاش دعوه. انت مش ولي امرنا ولا ايه؟ عسل عسل يا عم انور. لا بس بفهم يعني بفهم. طالما حابب تفهم، الراجل ده جاي يتقدم لصابرين. اللي جاي تقدم لصابرين انا عارفه يا عم انور. لا والله. مين؟ مش مهم. عشان تعرف بس انك ما تعرفش اي حاجه عن صابرين. صابرين هتتجوز قريب. انا عن نفسي مش راضي عن الجوازه دي، يعني في نظري انت اولى بيها، فانا رايي تتلحلح وتقوم تعمل حاجه قبل ما البت تروح منك. شفت انا نصحتك ازاي؟ انا ليا عليك عتاب. ليه يا عم انور؟ اروح لفتحي اقول له اشحن لي التليفون، انا لسه راجع من السفر والفلوس ما اتحولتليش. يقول لي لا. فتحي؟ اساله. لا 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 ما يرضنيش طبعا. يعني بص، اعتبرني انا اخوك الصغير وخد دول ماشي بيهم حالك. يا ابني انا مش عايز فلوس، انا كنت عايز اشحن بس خلاص تمام، هحول لك بقى لما تحول لي الفلوس. حبيبي يا حسن، قوم اتلحلح البت هتطير منك. السلام عليكم. الحق. شيشه يا ابني.